إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة العظيمة من سور قصار المفصل، وهي سورة مكية، والسورة المكية ما نزلت بمكة، والسورة المدنية ما نزلت بالمدينة. والسورة المكية من أهدافها تقرير العقيدة ودعوة الناس إلى التوحيد. والعصر الواو هنا للقسم، فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. والعصر هو الدهر الذي يجري فيه الليل والنهار والأزمنة والفصول المعروفة كالشتاء والصيف والربيع والخريف. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر لعظمته، ولأن الله سبحانه وتعالى عظيم. وأقسم بالدهر الذي يجري فيه الليل والنهار، ويدل ذلك على أن الله خالق الأشياء أجمعها، وأن للكون خالق، لا كما يزعم بعض الناس ويقولون أن الكون صدفة وأن الإنسان أوجد بالصدفة. هؤلاء الملاحدة. الله سبحانه وتعالى أخبر في سورة الطور قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال الله تعالى في الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فالله خالق السماوات وخالق الأرض وخالق جميع الأشياء. الله خالق كل شيء. والله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر ويقسم بالليل ويقسم بالضحى ويقسم بالقمر. أما العباد أو الخلق فإنهم لا مأمورون بأن يقسموا بالله،
ولا أن الحلف عبادة. فالواجب على الإنسان أن يحلف بالله كما جاءت الأحاديث بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الناس بالآباء وبالأنداد كما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله فيمين قاموس سميت بذلك لأنها تقمس صاحبها في الإثم ثم تقمسه في النار. واليمين القاموس من الكبائر، لكن إذا حلف الإنسان بغير الله يكون أشرك. كثير من الناس اليوم يحلفون، يقول لك وحات القعدة دي أو وحات الكسرى والملاه أو حرم أو يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله يوقع الإنسان في الشرك بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا هو جواب القسم. إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح إلا من استثناهم الله، وهم 4 أصناف استثناهم الله سبحانه وتعالى. والخسران ينقسم الخسران إلى قسمين: خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. فخسران الدنيا يعني يمكن أن يعوض أو أن يجبر. مثلا أن إنسانا ممتحن الشهادة الثانوية وحصل على درجة 86 درجة، وهو يريد أن يدرس كلية الطب، وهذه النسبة لا تدخله إلى كلية الطب، فيعيد سنة كاملة فيزيد درجة أو درجتين فتصبح 87 درجة أو 89 درجة، وهذه الدرجة أيضا لا تدخله إلى كلية الطب، فتاني يعود لغاية ما يصل إلى الدرجة المعروفة لكلية الطب. لكن الذي يخسر الآخرة ويقابل الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والكبائر والشرك كويس، ده معناه خسر الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، إلى آخر الآيات من سورة الحج. فالإنسان الواجب عليه لئلا يخسر يعمل بالطاعات ويعمل بالعبادات ويجتهد في تحصينها وتحصيلها، إلا الذين هؤلاء الأصناف المستثنون من الخسران.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وبكتبه وبرسله وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إلا الذين آمنوا أيضا وحدوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا جميع عباداتهم لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم. والإخلاص مهم، تخلص أعمالك من الرياء ومن الشرك ومن النفاق، كلها تخلصها لله. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. لازم العمل بتاعك يكون خالص لله وصواب وفق ما جاء أو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تحدث عمل تعمله تحدث في الدين وتجيب بدع وتجيب زيادات، فعملك هنا ما مقبول منك حتى إذا كان خالص. وإذا كان خالص وأيضا يعني غير موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غير مقبول منه. قال: إلا الذين آمنوا وآمنوا أيضا وحدوا الله سبحانه وتعالى، وحدوا الله سبحانه وتعالى وأفردوه بالعبادة، وهي الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نعبده ولا نشرك به شيئا. قال تعالى في الآية 56 من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون ويفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة الآية 86: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى قال في الآية 36 من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في سورة الإسراء الآية 23: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادات كثيرة كالدعاء وكالرجاء وكالنذر وكالرهبة والرغبة والخشية والإنابة، فلا يجب صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فالدعاء ده من أعظم العبادات، وما بجوز تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، تنده غير الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث النعمان بن بشير الذي هو عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله قريب، انت داعي الرزق تنده تقول يا رزاق، تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أو العلى، تسأل الله سبحانه وتعالى، ما تنده غير الله سبحانه وتعالى. ما تقول يا الشيخ الفلاني تفزعنا وتلحقنا وتنجدنا، أو يا أهل الله مدد، أو يا أهل السلسلة. ده كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله قال: ولا تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ولا تدعو يا محمد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحة كقراءة القرآن
والأذكار وغيرها من الأعمال الصالحة. والإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى وعمل الصالحات ربنا ادخل الجنة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله سبحانه وتعالى قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذا وصلى الله وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم. يقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وبالحق كما قال العلماء بالتوحيد والخيرات كثيرة. وربنا قال في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني قال تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق أي بالتوحيد وبالخيرات وبفعل الطاعات. وقال: وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالحق والتزامه وبالصبر. فإن الإنسان إذا دعا إلى التوحيد أو دعا إلى الله سيجد أذى، عشان كده تصبر على هذا الأذى. قال الله سبحانه وتعالى قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر كما قال العلماء الصبر يكون على ثلاث: الصبر على طاعة الله، انت دا تعمل الطاعة ده بيحتاج منك صبر، بتحتاج منك جهاد، وربنا بيسر لك. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصبر عن معصية الله داير، يعني إذا هيئت ويسرت لك المعاصي لازم تصبر وتحبس نفسك عن إنك تقع أو ترتكب هذه المعصية. والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يبتلى. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عندك عربيتك حرقك، دكانك لقيت قروشك ما كويس، تصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذه الأشياء الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الذين استثناهم من الآية، الإنسان هنا يربح ويفوز. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا. اللهم إنا نتوسل إليك بإيماننا بك واتباعنا لنبيك أن تطفئ نار الحرب، وأن تطفئ هذه الحرب، وأن تصلح